اهلا بيكم يا جماعه. شركه هواوي نزلت جهاز الهواوي جي ار 5 وحقق نجاح كبير جدا في السوق المصري. الشركه قررت تستغل النجاح دوت في جهاز تاني في فئه اعلى واقوى بكتير جدا. الجهاز دوت هو جهاز الهواوي جي ار 5 2017، معروف عالميا باسم الهواوي ميت 9 لايت ومعروف عالميا باسم الاونر 6 اكس، ورغم اسمه في مصر اللي هو هواوي جي ار 5 2017 ولكنه بعيد كل البعد عن جهاز الهواوي جي ار 5 العادي. خلونا نشوف الجهاز ده كويس ولا لا. معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو ومراجعه جهاز هواوي جي ار 5 2017. زي ما جهاز هواوي جي ار 5 العادي كان من اول الاجهزه في فئه الميد رينج اللي بتقدم فينجر برينت سنسور، الهواوي جي ار 5 2017 هو تقريبا اول جهاز في فئه الميد رينج بيقدم دول كاميرا. عملت اختبار للكاميرا ديت واتكلمت عنها بالتفصيل، فما تنساش تتفرج على الفيديو بتاعها. الديزاين بتاع الجهاز مش مختلف كتير عن الميت 9. الجهاز دوت بيجي بتصميم معمول من معدن بوزن 162 جرام. التصميم بتاعه بصراحه كان مريح جدا في الايد وكان بيسهل الناس تعمله بايد واحده، وكان بيدي للجهاز شكل شيك وبريميوم. شاشة الجهاز هي شاشة اي بي اس بحجم 5.5 انش وبجودة 403 بكسل بير انش. السكرين تو بادي ريشيو بتاعت الجهاز كانت حوالي 72%، وبصراحة كنت شايف ان هي محتاجة تكون اكبر من كده شوية. اما من ناحية الاضاءة والالوان فبصراحة كانت شاشة كويسة جدا معايا. الجهاز شغال بدول كاميرا 12 ميجا بكسل مع الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل والكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل. بدون خوض في تفاصيل في الكاميرا هتقدر تتفرج على الفيديو اللي انا عامله بالتفصيل عنها، متنساش تتفرج عليه وتعمل سبسكرايب طبعا للشانل بتاعتي. بالنسبه للاداء بتاع الجهاز فالجهاز كان شغال بهاي سيليكون كيرن 655 مع مالي تي 830 ام بي 2 مع 3 جيجا بايت رام و32 جيجا بايت ذاكره داخليه. يعتبر دوت المعتاد دلوقتي في الفئه السعريه ديت. الاداء بتاع الجهاز كان كويس جدا وسلس جدا، وحتى في الالعاب التقيله ما كانش بيبقى فيه اي نوع من انواع اللاج او الفريم سكيبنج او اي دروبس بتحصل طول ما انت شغال على الجهاز. الجهاز محقق على انتوتو بنش مارك حوالي 57000 وعلى بيز مارك او اس 2.0 حوالي 1300. جيك بنش 4 كان مديله 3351 في المالتي كور، وفي السنجل كور كان مديله 801. بطاريه الجهاز كانت 3340 ملي امبير، والسكرين اون تايم او اجمالي الوقت اللي الشاشه بتبقى شغاله فيه كان حوالي 5 ساعات تقريبا. مشكلتي مع البطاريه ان هي ما بتدعمش الشحن السريع، فللاسف الجهاز كان بياخد حوالي 2.5 ساعات عشان يتشحن، وده نسبيا يعتبر وقت كبير عشان يقعد يشحن فيه. الهواوي جي ار 5 2017 شغال بايموشن يو اي 4.1 المبنيه على اندرويد 6.0 مارشميلو. ده الفيرجن من الايموشن يو اي اللي نزل بيه السوق. الواجهه ديت شايف ان هي محتاجه تتحسن كتير جدا عن الوضع اللي هي فيه دلوقتي، وفي تعديلات كتيره جدا محتاجين يعملوها. وبالفعل هواوي اعلنت عن الايموشن يو اي 5.0 واللي شايفها اتحسنت جامد جدا عن 4.1 وقدمت واجهه احسن منها بمراحل. تحديث الايموشن يو اي من 4.1 ل 5.0 هيوصل بالفعل للجهاز الهواوي جي ار 5 2017، واحتمال يكون في الوقت اللي انت تتفرج عليه على الفيديو دوت يكون الواجهه ديت نزلت بالفعل. الملخص بتاع المراجعه ان جهاز الهواوي جي ار 5 2017 هو جهاز مختلف تماما عن جهاز الهواوي جي ار 5 العادي. اكتر حاجه بتميز الجهاز دوت هو البرفورمانس بتاعه الممتاز والاداء بتاعه الممتاز، الدول كاميرا اللي هي اول مره نشوفها في الفئه السعريه ديت، والتصميم بتاعه اللي يعتبر واحد من احسن الخامات ومن احسن التصميمات اللي موجوده في الفئه ديت من رايي. عندي مشكله ان انا اتقبل ان الجهاز ما بيدعمش الشحن السريع، خصوصا ان وقت 2.5 ساعات عشان يشحن بطاريه بالحجم دوت يعتبر دلوقتي وقت كبير جدا. والحاجه الثانيه اللي ضايقتني في الجهاز هي واجهه المستخدم بتاعته، ولكن هواوي وعدت بالفعل ان هي هتحدث للفيرجن الاعلى اللي هو ايموشن يو اي 5.0 المبني على النوجا، وده كويس جدا الحقيقه، خصوصا ان انا جربت الواجهه ديت على اجهزه ثانيه وفعلا هي عندها قدره ان هي تحسن من الجهاز جامد جدا. ما تنساش تتفرج على الاختبار بتاع الدول كاميرا بتاع الجهاز الهواوي جي ار 5 2017 علشان تعرف رايي بالتفصيل فيها وهل هي كويسه ولا لا. شاركني برايك في الجهاز في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب. كان معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو، استنوني في الفيديو الجاي.